بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم. معنا اليوم رؤية جديدة وقصيرة من رؤى هذا الزمان الذي هو آخر الزمان، هذا الزمان الذي امتلأ بالظلم ولا زال يمتلئ وسوف يمتلئ أكثر، وأغلب الناس أو المخلصين من المسلمين والمسلمات ينتظرون أمر الله. وأمر الله ليس فقط معنى أمر الله أنه الموت أو الشهادة في سبيل الله. أمر الله هو علم الله، وأمر وعلم الله هو كل ما قدره الله. فأبشروا أيها الصالحين والصالحات من المسلمين والمسلمات. إليكم الرؤيا، وطبعا الرؤيا قصيرة. يقول أخونا الرائي: رأيت أني في مسجد عظيم وكل المصلين ينظرون إلى رجل شاب يجلس في الصف الأخير، لكن نورا يسطع من جبهته حتى غطى المحراب. انتهت الرؤيا. فقط 24 كلمة، 23 كلمة هذه الرؤيا، و85 حرف، والمجموع 108، وهو رقم ترتيب سورة الكوثر. طبعا الرقم 85 رقم ترتيب سورة البروج، وهذا هو من الأرقام الأوائل للنور. على العموم تفسير هذه الرؤيا وبالله التوفيق. هذه الرؤيا، أو نبدأ بالرمز الأول: مسجد عظيم وفيه مصلين وينظرون إلى رجل في الصف الأخير. الرؤيا عموما تشير إلى أننا في المرحلة الأخيرة الذي ننتظرها جميعا. ماذا ننتظر؟ ننتظر ظهور أولئك الشخصيات التي عرفناها من خلال السنة النبوية، وعلى رأسهم الإمام المهدي عليه السلام. نسأل من الله أن يفرج عنه، ونسأل من الله أن يعجل بظهوره. أما المسجد فهو كذلك يشير إلى أشياء كثيرة منها، وكذلك المصلين. المسجد والمصلين يشيرون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كل من قال أنه مسلم هو مسلم أيها الإخوة والأخوات. فهناك الكثير ليس لهم إلا الاسم فقط، الاسم فقط. ولو كان هذا العدد من المسلمين والمسلمات فعلا مسلمين بحق لما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليها اليوم. إذن هذا الرمز يشير إلى الأمة الإسلامية، وكذلك يشير إلى أولئك المرابطين في الأرض المقدسة والمطهرة. وفعلا هي تلك الأرض، وللعلم أن فلسطين هي تساوي 32، وهو رقم ترتيب سورة السجدة، وهذا الرقم عظيم، رقم عظيم. وكذلك الإمام المهدي يساوي 32. وللعلم أنها جاءت رؤى نشرت من أحد الأخوة المرابطين هناك، أن أحد الشهداء جاء إلى أحد الشباب وأخبره أنهم يراقبون الوضع، وأنهم سوف ينصرونهم. وأنا أخبرتكم طبعا سابقا، تلك الرؤيا هي تصديق لما أخبرتكم به، أن المكرمين أو الشهداء لهم أعمال ولهم واجبات، ولكنهم أصبحوا لا تعب ولا نصب ولا هزائم ولا خسارة إن شاء الله تعالى. فشأنهم شأن الملائكة بل وأعظم، لأن الملائكة بدون شهوات بدون رغبات، ولكن هؤلاء يحيون حياة ولكن لا نشعر جميعا، ينصرون من أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصروه، ولهم أعمال كثيرة. وجاء في تلك الرؤيا: اعذروني خرجت قليلا عن النص، ولكن الجميع أو كل ما أذكر لكم هو يصب في إناء واحد. تفسير هذه الرؤيا. المهم أن ذلك الشهيد الحي أخبر ذلك الرائي أنه بمجرد أن يتقدم ذلك القردة والخنازير إلى مكان أو نقطة محددة سوف يقومون بواجبهم.
وهذا هو رمز مرادف لما جاء في رؤى سابقة أن الإمام المهدي هناك منطقة تحرسها الملائكة من أن تتنزل الشياطين عليها. على العموم ما أريد أن أخبركم به أو المعلومة هو أن تلك الأرض أو فلسطين هي بمثابة جسم المهدي. هذا ليس مجرد كلام ولا تهيؤات ولا خزعبلات كما يقال، ولكن هذا هو تفسير الرؤى، وهذا هو ما موجود في الكون عندما نمزج بين الأشياء الظاهرة والباطنة أو الواقع أو عالم الشهادة وعالم الغيب، وهما مرتبطان، وعرف من عرف وجهل ذلك من جهل. المهم الأمة أو أولئك المرابطين ينتظرون جيش النصرة وينتظرون قائد مخلص يخلصهم، وكذلك الأمة أجمع. الرؤيا عامة تماما. أما ذلك الرجل ويجلس في الصف الأخير هو الرمز المهم. الصف الأخير هنا إشارة إلى أننا في المرحلة الأخيرة، واقترب ظهور الشخصيات التي ننتظرها جميعا، ومن ضمنها أو على رأسها الإمام المهدي عليه السلام، ويسطع من جبهته نور حتى غطى المحراب. طبعا الجبهة كما أخبرنا الله في القرآن الكريم ناصية كاذبة خاطئة، وهذا الرمز يشير إلى أن هذا الرجل، وطبعا الرمز يشير إلى المهدي المنتظر، يشير إلى أنه من الصادقين وأن فيه خير عظيم، وكذلك أرجو التركيز يشير إلى أنه مؤيد بملاك أو ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى، لأن رمز من جبهته نور عظيم هذا رمز يختص بالملائكة. وللعلم أن هذا الرمز كذلك يختص بالزهريين ما داموا على الفطرة، ولا أظن إلا قد يكون في الأرض بأكملها زهريين أعداد قليلة جدا لا زالوا بهذه الصفة، لأنهم طبعا مستهدفون، ومنهم من ضلوا الطريق ومنهم من غرقوا. المهم الذي يجب أن تعرفوه أو المعلومة التي يجب أن تعرفوها أن من صفات وعلامات الزهريين أن هناك نور يشع من جبهتهم أو نواصيهم حتى الأطفال، ولذلك هذه الصفة يتم استهدافها من قبل إبليس وجنوده أجمعين. ولكن الله هو الحافظ، فالزهريين هم في جهاد حتى يأتي أمر الله. الرؤيا في غاية الجمال. خلاصة التفسير: الرؤيا تشير إلى أن الأمة تنتظر المهدي المنتظر، والإمام أصبح ظهوره قريب. وعندما أقول قريب ليس معناه اليوم أو غدا أو كما يشاع في بعض القنوات، نادرا، قنوات نادرة هي من تهول الأشياء، وهذا التهويل هو ممنوع ولا يجوز، لأن الناس عندما تنتظر شيء، حتى في علم النفس عندما الآن تنتظر شيء وأحدهم يقول لك بعد ساعة سوف نعطيك هذا الشيء، وتمر الساعة ولم تعطى ذلك الشيء، تعود هذه الأشياء تعود سلبيا على ذلك المرء كموجات أو ترددات أو ذبذبات أو حتى طاقة، ومن معاني الطاقة الروح، تؤثر على ذلك الشخص ما لم يكن متمسك بحبل من الله سبحانه وتعالى. إذن الرؤيا مبشرة، وفرج الله قادم واقترب إن شاء الله تعالى، وخاصة لإخواننا المرابطين. نعم هم يذوقون الصعب والعسر، ولكن الله محيط، ولكن الله أرحم من الجميع. وقد لا زال هناك مطبات ولا زالت هناك شدة، ولكنهم إن شاء الله تعالى جميعا من الفائزين، وسيفرج الله عن الجميع، لأن ظهور الإمام المهدي عليه السلام معناها فرج وشفاء للجميع، وخاصة الزهريين إن شاء الله تعالى. بظهور الإمام سيشفيهم الله، فهناك أشياء روحية مرتبطة بظهور الإمام عليه السلام. هذه هي الرؤيا، وهذا هو تفسيرها، والله أعلى وأعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.